بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الخير البنات، وش راكم؟ نتمنى تكونوا يا ربي لاباس، ونتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم في اتم الصحة والعافية. كما راكم تشوفوا حبوباتي جيت اليوم وحضرت لكم ديريس الليمون، ذوقه رائع والشكل ما نحكي لكمش، يعني الشكل تاعو راقي يصلح لجميع المناسبات. ودركا بدون اطالة حنروحوا للمقادير وطريقة التحضير. ودركا حنروحوا للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات واش راح نحتاج؟ كما راكم تشوفوا هنا عندي الزبده، حندي منها 250 غرام تاع زبده. بالنسبه للزبده البنات ديما نقول لكم لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. وهنا واش راح نزيد نضيف؟ عندي هنايا القرصه تاع الملح اللي لازم ديما تضيفوها البنات ما تنساوهاش. نحتاج ايضا الى 2 مغارف تاع سكر ناعم، حندي 2 مغارف بهذه المغارف الكبار تاع الاكل. بسم الله. هذه المغرف الاولى لازم يكونوا شويه معمرين البنات، ديروهم بوبي، انا كنت قصتهم من قبل. وبالنسبه للسكر لازم ديما تنخلوه. حنحتاج ايضا الى بيضه كامله زائد صفار. بالنسبه للبيض الثاني لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. حنزيد نضيف البنات هنايا عندي لافاني، حنزيد نضيف مغرف تاع الفانيليا. تقدروا البنات يعني تزيدوا تضيفوا مبشور تاع حبه ليمون اذا كانت وفرت عندكم. دركا واش راح ندير؟ يعني نمزج المكونات تاعي هذوما مليح حتى يندمجوا مع بعضهم ونتحصل يعني على قوام كريمي. هذا هو القوام الكريمي اللي تحصلت عليه. دركا واش راح نزيد نضيف؟ هنا حنزيد نضيف 2 مغارف تاع مايزينا، يعني 2 مغارف كبار تاع الاكل تاع النشا، حنضيفهم للخليط تاعي ونخلطهم خلط خفيف. بعد ما نخلطهم البنات يعني كيما قلت لكم خلط خفيف، حنبدا نضيف الفرينه. بالنسبه للفرينه البنات يعني ما نقدرش نعطيكم مقدار محدد، خاطر كل وحده والفرينه تاعها. ضيفوا الفرينه تاعكم البنات ولازم ديما تنخلوها، يعني كيما نقول لكم لازم ديما تنخلوها. حنضيف يعني بالتدريج حتى نتحصل على عجينه. بالنسبه للعجينه تاعي لازم يكون القوام تاعها شويه طري، هذا هو القوام تاع العجينه البنات. كيما راكم تشوفوا هنا حطيتها داخل كيس بلاستيكي وحنبدا نشكل. بالنسبه للمول اللي استعملتهم البنات هذم هما المول اللي حنخدم بهم الحلوه تاعي تاع نهار اليوم. ثم استعملوا اي مول توفر عندكم. هنا ديت كميه من العجينه او حنحلها في المول تاعي. حلوها البنات السمك ما يكونش رقيق بزاف باش من بعد ما تكسر لكمش وما يكونش خشين. بعد ما نكمل يعني من التشكيل واش راح ندير؟ حنثقب الحلوه تاعي كامل ونروح ندخلها الطيب. ودركا حنحضروا مع بعض الكريمه الاولى اللي حتجي في الكاطو تاعنا. بالنسبه للكريمه البنات هذه اللي حنحضرها اللي هي سوبر كريم بذوق الليمون، حنحط فيها كما راكم تشوفوا هنا كيله تاع عصير ليمون. الكيله تاعي هذه البنات انا تهز 100 مليلتر، وعندي كيله تاع الماء. البنات يعني اللي ما تبغيش الحموضه تاع الليمون بزاف تقدر تستعمل 2 كيلات تاع ماء وتستعمل غير عصير تاع حبه ليمون يكون كافي. عندي هنايا كيله تاع سكر، هذه سكر حبيبات، يعني حنحط هنا كلشي مع بعضها كما راكم تشوفوا، ومن بعد نروح نحطهم على النار. واش راح نزيد نضيف؟ حنزيد نضيف البنات هنايا عندي مغرف كبيره تاع نشا تاع الاكل تاع مايزينا، وحنزيد نضيف مغرف تاع الفانيليا. اذا توفرت عندكم البنات ضيفوها، اذا ما توفرتش تقدروا تستغناو عليها بما ان الكريمه تاعنا يعني فيها يعني عصير ليمون حيكون كافي. واش راح ندير؟ حنخلطهم مليح هنا على طاوله العمل ومن بعد نروح نحطهم على النار. كي نحطهم البنات على النار حنستنى يعني البنات يعني حتى تهز الغليه، ونحسب المده تاع 7 دقائق، يعني حتى نشوف القوام تاع الخليط تاعي شويه ثقال ونحيه، يعني المده تاع 7 دقائق حتى 8 دقائق يعني حتكون كافيه. هذا هو القوام تاع الخليط تاعي، يعني بعد ما ثقال. هنا البنات كيما راكم تشوفوا راهو سخون، القوام تاعو يبان شويه خفيف. من بعد البنات كي يبرد حيزيد يثقل. حنحطه في اناء واحد اخر ونغطيه بكيس بلاستيكي. بالنسبه للكيس البنات لازم يلامس السطح باش ما يديرش القشره هذيك الغير مرغوب فيها. كيما قلت لكم حنغطيه بكيس بلاستيكي، نحطه في الثلاجه ولا نخليه على طرف، ومن بعد نكملوا مع بعض بقيه الوصفه. ودركا حنحضروا مع بعض الكريمه الثانيه. بالنسبه للكريمه الثانيه هي عباره عن كريمه زبده بذوق الليمون. هنا ديت 150 غرام تاع زبده. بالنسبه للزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، او استعملوا اي نوعيه تاع زبده توفرت عندكم. حنضيف لها 2 مغارف تاع سكر ناعم. بالنسبه للسكر الناعم البنات انا كنت نخلته من قبل. كما قلت لكم ديت 2 مغارف تاع سكر ناعم. حنزيد نضيف لهم 2 مغارف تاع كريم شونطي. بالنسبه للكريم شونطي البنات اذا كانت وفرت عندكم ضيفوها، اذا ما توفرتش تقدروا تستغناو عليها. نزيد نضيف البنات هنايا يعني عندي مغرف من السوبر كريم هذيك اللي كنت خدمتها معكم من قبل، حنخليها على طرف. نخفق الساع الزبده والسكر مليح ومن بعد نضيف هذيك المغرف تاع السوبر كريم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خفقتهم مليح وتحصلت على قوام كريمي، واش راح ندير؟ حنحطهم هنا داخل جيب حلواني هكا باش يسهلوا عليا الخدمه.
ودركا جيت باش نعمر الحلوى تاعي معكم. كيما راكم تشوفوا هذم هما الحبات تاعي تاع الكاطو، يعني بعد ما طابوا هذا هو الطياب تاعهم. نتوما البنات اذا كان بغيتوا تحمروهم يعني على هكا زيدوا حمروهم شوي. هنا جبت كريمه الزبده هذيك اللي كنت حطيتها في جيب حلواني، وهذه سوبر كريم اللي كنت حضرتها معكم يعني وبردت. شوفوا البنات القوام تاعها كيفاه ثقال، والبنه يصدقوني البنات غير جات بنينه بزاف. ودركا حنبدا نعمر الحلوى تاعي. كيما قلت لكم البنات يعني جهه حنحط فيها كريمه الزبده، والجهه الاخرى حنحط فيها سوبر كريم. بالنسبه للبنات لا كونتيتي اللي تحصلت عليها انا تحصلت على 30 حبه، يعني حبه فوق حبه تحصلت على 30، واذا كان كل حبه وحده تحصلت على 60 حبه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما حطيت كريمه الزبده حنسويها بيدي ولا بالمغرف، يعني سووها البنات مليح بالشكل هذا. والجهه الاخرى كما قلت لكم البنات حنعمرها بسوبر كريم. استعملوا المغرف ولا استعملوا جيب حلواني وعمروا الحبات تاعكم كامل بسوبر كريم. ودركا حنقفل الحلوى تاعي، يعني حنحط كل حبه مع خوتها يعني بالشكل هذا. ما تكثروش البنات سوبر كريم باش ما تخرج لكمش من الحبه تاع الكاطو. ودركا البنات حنقلاصي الحلوى تاعي معكم. كيما راكم تشوفوا هنا جبت شيكولا بيضاء وجبت ملون غذائي اصفر خاص بالشوكولا. واش درت البنات كنت ذوبت الشيكولا تاعي على حمام مائي وضفت لها قطرات من الملون هذاك الاصفر حتى تحصلت على اللون هذا. ودركا حنقلاصي الحلوى تاعي. كيما راكم تشوفوا انا حطيت حبه تاعي تاع الكاطو فوق الاداه هذه وحنبدا نقلاصي فيها. نتوما البنات يعني قلاصيو بالطريقه اللي مرفين تقلاصيو بها الحلوى تاعكم. هنا حنخبطها باش تهبط هذيك الشيكولا الزايده وما تجينيش طبقه خشينه من الشيكولا. حطيتها هنا كيما راكم تشوفوا فوق بابي كويسو، تقدروا تحطوا فوق بابي كويسو ولا فوق كيس بلاستيكي، ودزيتها بالفرشيطه بالطريقه هذه باش من بعد البنات يعني ما لقاش فيها الزوائد بزاف. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما شحت الشيكولا تاعي رحت جبت الناكري هذا ومسحت به الحلوى تاعي كامل. هنا جينا المرحله تاع التزيين. بكل صراحه البنات انا تحذف لي المقطع. هنا كيما راكم تشوفوا عندي كريم شونتي، كنت درت البنات نص كاس تاع ماء مع كاس تاع كريم شونتي، طلعتهم مليح ومن بعد ذوبت شيكولا بيضاء، يعني ذوبتها على حمام مائي خليتها حتى بردت، يعني ما ضفتهاش سخونه، وبديت نضيفها للكريم شونتي تاعي يعني بالتدريج ونطلع حتى نثقل القوام تاعها. ضفت لها منكه غذائي تاع ذوق الليمون. وكيما راكم تشوفوا دوكا حنبدا نزين بها الحلوى تاعي. يعني كما قلت لكم البنات سمحوا لي تحذف لي المقطع برك، يعني هي عباره برك عن كريم شونتي هذا مكان مع شيكولا بيضاء مذابه على حمام مائي. كما راكم تشوفوا البنات انا حندير يعني لي رونزاس هكا بنفس الطريقه. ودرك البنات كيما راكم تشوفوا حنكمل التزيين تاعي. بالنسبه للتزيين البنات حنزيد نحط هاد الورود هذم. البنات هذم انا كنت شريتهم يعني من قبل، يتباعوا هكا يعني كل لون وحده، تشريو يعني بوكي تاع بوكي كامل ولا تشريو بلا كونتيتي صغيره، يعني نتوما واش بغيتو تشريو. حنزين بهم كيما قلت لكم. كيما تقدروا تخليو التزيين هكا ولا تحطوا كميه برك من البيستاش، يعني تحطوها من الفوق على الوجه تاع الكريمه هذيك. يعني انا عجبني التزيين هذا حنزين به، يعني شوفوا البنات يعني بالطريقه هذه، يعني صدقوني غير يجي رائع. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعي تاع نهار اليوم. شاركت معكم جميع التفاصيل هكا باش تنجحوا في التحضير تاعها. نتمنى يا ربي انكم تجربوها وتنجحوا فيها وتنال اعجابكم. وكالعاده حبيباتي فضلا وليس امرا ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه والى الملتقى.